السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بسبوسه بشكل جديد وطعم جديد. برضو هنعمل مع بعض بسبوسه بالكراميل. ان شاء الله المقادير هتكون بسيطه ليكم وطعمها مختلف وشكلها برضو مميز. زي ما انتم شايفين معايا هنا بيضتين، هحط عليهم كيس فانيليا وربع كوبايه سكر، افككهم مع بعض وهضيف عليهم نص كوبايه زيت. بنزل بالتدريج كده وانا بقلب. هضيف معايا كمان نص كوبايه حليب، ومعايا كوبايه دقيق سمولينا، ده يعتبر خشن، ممكن تستخدمي خشن او وسط، بلاش الناعم قوي. وهقلبهم برضو كده مع بعض. ونص كوبايه جوز الهند هحط برضو واقلب. هضيف عليهم معلقه بيكنج باودر، معلقه شاي بس مليانه، مش كيس كامل يعني، واقلبهم مع بعض كويس كده. هجيب عندي الصينيه وابطنها بزبده، وادي الخليط بتاعي. زي ما انتم شايفين انا سبت بس على ما دوبك بطنت الصينيه تقل شويه، لان طبعا السمولينا نفشت وشربت السوائل. يعني ما تقولوش ان هو في الاول خفيف وتضطروا تزودوا سمولينا تاني، لا اصبروا. شغلت عندي الفرن على درجه حراره 180، هحطه عندي لغايه لما احطها، قصدي عندي لغايه لما تستوي او الاقي الجناب بتاعتها لونها احمر. حسب طبعا كل فرن، لو جنابها اللي بتحمر والوش لا هرفعها تحت الشوايه، لو كلها استوت خلاص يبقى تمام. هظبطها بس كده عشان تبقى كلها نفس الارتفاع، واخبطها خبطه كده المنظر ده كده. لو حباها تبقى حجمها تخين قوي صغر الصينيه، لكن انا مش حباها تبقى تخينه قوي ولا رفيعه، يعني في الوسط كده. وزي ما انتم شايفين معايا دي ميه، دي كوبايه الا ربع ميه، هحط عليها كوبايه الا ربع سكر، وهسيبهم لغايه لما يدوبوا، واعصر عليهم عصره ليمون. يبقى معايا كده الشربات بتاعي جاهز. بعد ما طلعت من الفرن وخدت اللون الجميل دوت، هحط عندي الشربات. طبعا هو كان بارد، انا عملته في البدايه. هبدا اسقيها كده كلها، وابدا من الحروف، لان الحروف طبعا بتبقى ناشفه شويه. وعلى ما تبرد بقى كلها كده وتتشرب، هنعمل مع بعض صوص الكراميل. مع بعض صوص الكراميل معايا هنا كوبايه سكر، هنزل بيها كده اكرملها. ممكن تسيبيه على نار هاديه خالص لغايه ما يكرمل، وكل شويه تهزيه بالمنظر ده كده، يا اما بمعلقه خشب وقلبيه. المعلقه الخشب هتديكي شويه تكتلات بسيطه كده، بس هتساعدك معاكي بسرعه ان هو يعني كله يكرمل، وهتبقى النار اعلى شويه. بعد ما الكراميل بتاعي كله كده اتكرمل وساح، مبقاش فيه اي تكتلات، هجيب معايا معلقه زبده وانزل بيها كده. طبعا على نار هاديه، ما ينفعش هنا تكون النار عاليه شويه عشان خاطر الزبده ما تفورش. معايا هنا معلقه نشا كبيره يعني بمعدل ربع كوبايه نشا كده. هكمل عليها كوبايه حليب وادوبهم مع بعض كده، وابدا انزل بالراحه يعني شويه بشويه كده عشان خاطر ما يبقاش في اي حروق. هتعمل تكتلات، هتعمل شبكه زي شبكه عنكبوتيه كده مع بعض، مفيش اي مشكله. هي شايفين هتفك. زي ما انتم شايفين معايا كده الصوص الكراميلي بتاعي اهو. لازم كل شويه اقعد اقلب فيه كده عشان خاطر يهدى شويه، يعني ميبقاش يطلع دخان زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت ما يبقاش بارد خالص عشان ما يكونش طبقه، عشان اما انزل بيه على البسبوسه بتاعتي يكون يعني دافي، ما يكونش سخن. تمام. هي خلاص زي ما انتم شايفين شربت، مبقاش فيها اي شربات، لان هي ناجحه وجميله، بس لازم استنى الخطوه دي. هنزل بيه بقى كده لما ابدا احس ان انا اقدر اتحمله انا على ايدي خلاص، وافرده بقى عليها كده كلها. سبتها عندي لغايه لما بردت. هبدا ازوقها كده، يعني ممكن تسيحي شوكولاته او تحطي الشوكولاته عليها خطوط وتعمليها بالايه، بالخله. ممكن يعني، بس انا بصراحه ما عنديش شوكولاته، فهمشي الامور باي تزيين يعني. دي منظر حلو برضو. ده زي ما انتم شايفين
فستق الكداب اللي كنا عاملينه مع بعض قبل كده. هسيب لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين معايا شكل البسبوسه بتاعتي بعد ما شلتها من جوه، جميله جدا وشاربه الشربات وشكلها شيك وطعمها مختلف، والكراميل عليها على الوش مديها شكل حلو قوي. ان شاء الله لما تجربوها هتفرق معاكم كتير وهتعجبكم. ما تنسوش بقى لو اول مره تشوفوا القناه تعملوا لنا اشتراك فيها وتعملوا لنا لايك، تدونا اي تعليقات منكم سواء كانت ايجابيه او سلبيه بخصوص الوصفه. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.